حاسس انك متضايق ومهموم، صح؟ ومش عارف تعمل ايه، والدنيا واخداك وجايباك، ومش طايق نفسي، ومش عارف اعمل ايه، كان مخنوق على الاخر. طب اقوم؟ ويعني لو قمت هعمل ايه؟ طب اتحرك ولا اقف؟ بجد مش عارف اعمل ايه. طب احكي ولا ما احكيش؟ واحكي لمين اصلا؟ أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها، والله لا تجد في حياتك العجب العجاب. هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة، نصف ساعة، في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول: يا مولاي، غارت النجوم ونامت العيون، ونزلت يا حي يا قيوم، ففزعت إليك، حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيام الليل عبادة من أجمل العبادات لله، وهي أحب الصلوات إلى الله بعد الفريضة، وهي صلاة الليل، أو اللي هي صلاة قيام الليل، اللي ليها أثر كبير كده في القلب وحالة الإنسان في الصبح، حالة الإنسان برضو مع الناس. يعني أنت ممكن كده تلاقي مثلا واحد بيقيم الليل، واحد كده وما حد يشوفك يقول ده وشه منور، ده عارف أنت جوا سيماهم على وجوههم من أثر السجود. فتشوفه كده تحسه إيه الشخصية الجميلة دي، ينشرح لك قلب بيه، بيديك القبول. ويعني لا زال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه. فده معناه يعني أنت ربنا يحبك، كمان تبقى شخصية محبوبة كده بين الناس. فدي يعني مكسب في الدنيا ومكسب في الآخرة. وغير كده إن ليها مكسب دنيوي وليها مكسب في الآخرة، وكمان حتى ليها مكسب في الهرمونات بتاعت الجسم. كل ده نعرفه خلال الفيديو بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك عشان ده بيدعمني إن أنا أستمر، وبإذن الله يبقى في فيديوهات تانية أكتر وأحلى بإذن الله في الطريق. وبينما نحن في هذه الأيام غافلون عن الحاجات كتير أوي في الدنيا، ومشغولين بالكورة وباللعب ومش عارف إيه والهجس والخروجات والصحاب والسفريات وحاجات كتير أوي شغلانة من فتن الدنيا والشهوات بقى والمعاصي والذنوب وحاجات كتير أوي. جه الوقت بجد إن إحنا نستيقظ من هذه الغفلة والحاجات اللي فيها شبهات. وكمان مش كده بس، اعرف إن الصبر في هذه الأيام اللي مليئة بالفتن ليها أجر عظيم جدا جدا. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه في الأجر بتاع الصبر في الأيام دي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وفي كمان رواية أخرى بتقول أجر 50 شهيد منكم. بعد كده قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. يعني مننا إحنا، الناس اللي هتيجي بعد سيدنا محمد وبعدهم هم اللي هم فعليا إحنا الأمانوا بيه ولم يروه. فهي دي بقى الفرصة التي لا تعوض، اللي احنا لازم نستغلها بالعبادة، ونحن نملأ وقت الفراغ ده بالعبادة. ممكن تبدأ تمارس رياضة، ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا 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 تملأ بيها وقتك وتبقى شخصية منتجة، ونبقى بجد ناس مؤثرين في مجتمعنا للأفضل. دايما لازم تكون مهتم انك انت مسلم، يبقى لازم تكون علامة كده، اي حد يشوفك مسلم، شخصية فعالة منتجة دايما، واي حد عنده مشكلة تساعده اي حاجة. تخيل انت اللي يمشي في مساعدة واحد اخوه، في حديث معناه ان انت كأنك اجر انك انت اعتكفت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 30 يوم. اللي يمشي في حاجة اخوه المسلم، وبرضه كذلك في اجر عظيم جدا اللي بيصلح ما بين الناس، وحاجات كتيرة جدا. فتخيل انت اي عمل، تخيل تقول سبحان الله، سبحان الله بتاعتك دي ب50 اجر من اجر مين؟ علي، عثمان، عمر والناس دي. وكمان ممكن يكونوا شهداء برتبة شهداء من الصحابة دول، ليك انت بتاعت سبحان الله بتاعتي انا او بتاعتك انت بالنسبة لهم. حاجة عظيمة جدا، فرصة بجد لا تعوض في ايام الصبر والغفلة دي.
والأجور المضاعفة جدا. وبعدين الموضوع مش صعب زي ما انت متخيل، لأن فعليا وقت الليل بيبدأ من بعد المغرب لغاية أذان الفجر. ولو عايز تحسب بالظبط مثلا امتى بيبدأ أول الليل ومنتصف الليل والثلث الأخير من الليل، اللي هو بينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ربنا يقول هل من سائل وانت مش سائل، هل من اي حد وانت نايم. ربنا بينزل. تخيل انت عندك ضيف جاي لك مثلا في اخر الليل، اراهنك ان انت تقعد صاحي وتقعد مجهز النور ومش عارف ايه، ممكن تبقى مظبط حاجات كتير. انا ما بقولش ان انت تقعد صاحي ومستني، لا تلقي بنفسك الى التهلكه، ومفيش تشدد. انت كنت يعني امه وسطه يعني. فاهم حاجه ان انت تبقى عارف شوف مين نازل يقول انت عايز مش عارف ايه. ده انت لو قاعد كده يا اخي صاحي وبتقول يا رب سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، ليها اجر. لو انت قاعد تستغفر في الثلث الاخير من الليل، تستغفر بالاسحار، ليها اجر. بعد كده تقعد تناجي الله، تناجيه في السجود، تقول يا رب انا حصل معايا مشكله كذا في الشغل النهارده، والطالب يقول يا رب انا نفسي ادخل الكليه الفلانيه، انا نفسي يا رب اجيب المجموع الفلاني، انا نفسي اعمل، نفسي في مشروع داخل عليه يا رب وفقني فيه يا رب. حاجات جميله جدا، معجزات ممكن تحصل بسبب قيام الليل. تدعي ربنا في اي حاجه، معجزات تحصل بسبب قيام الليل. ويا بخته ويا حظه اللي ربنا يصطفيه على العباده اللي نايمين والناس كلها اللي نايمه دي على انك تصحى وتقوم الليل. تخيل انت من وسط مليارات البني ادمين دي انت تصحى وتقوم الليل، اجر ما بعده اجر. شوف انت واسمع لهذا القول: ان مقامك حيث اقامك. يعني انت مقامك عند ربنا ما تشوف لما كانت الناس قايمه كنت انت قايم بتعمل ايه؟ كنت انت نايم على السرير. في ناس للاسف ممكن تكون كانت بتعمل معصيه في الوقت ده. ولا ابرئ بنفسي من ذلك، ولكن ربنا يسترنا فوق الارض تحت الارض، ويستعملنا ولا يستبدلنا. وفي نفس الوقت من ستر الله عليك ان هو اصلا يسترك عن المعصيه ويحببك في الطاعه. فالناصح هو لما يدعو رب استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، ان هو يدعي بالستر مش في المعصيه، لا عن المعصيه اصلا. لان انت تخيل في حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام في قيام الليل بيقول عليه الصلاه والسلام: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. يعني تخيل كده زي مثلا السيدة مريم كانت من القانتين، يبقى انت ليك اجرها ان انت صليت ب100 آية. واسمع بقى دي: واللي من يقام ب1000 آية كتب من المقنطرين. اجر عظيم جدا جدا جدا. تخيل انت جنة وليها تأثير كمان في الدنيا وليها تأثير في الآخرة، وبشاشة الوجه كده والنضارة، يا سلام، حاجة جميلة جدا. أنا طبعا مش قادر أشرح بالظبط من كتر فعلا ليها أثر رهيب جدا في الرزق وفي كل حاجة. يعني تخيل أنت تبقى مزنوق في فلوس وساجد في الليل: يا رب أنا المصلحة الفلانية واقفة معايا. تاني يوم الصبح مفيش كلام هتلاقيها. بقول لك وقت بينزل فيه ربنا وبيقول حد عايز حاجة اديها له، وانت اطلب بقى ولله المثل الاعلى. تخيل انت يا ابني انت عايز حاجه وانت عارف ان انا واحد هنفذ لك، يعني واحد بايدي ان انا اعمل كده، مش عزومه مراكبيه. هي تقول يا رب انا عايز كذا، خد يا فلان كذا على طول. ان انت فعليا ربنا يعني بيديك اجر عظيم. انت تركت، هو بالنسبه له انت تركت اللذه بتاعه النوم، تركت الشهوه. حتى ممكن واحد يوم مثلا مع زوجته، لا يوم عشان اقيم الليل. واحنا اصلا تشوف سبحان الله في اول اليوم كله تذنب واعمال بتتكتب ومش عارف ايه، وتيجي يا اخر الليل في عباده وتقول رب اغفر لي، هل مستغفر فاغفر له، رب اغفر لي، طب غفر لك كل ذنوبك. واما بقى تاثيرها الدنيوي، تتخيل ان في هرمون اسمه هرمون التوتر بيقل افرازه في هذا الوقت. مثلا لما انت تكون صاحي، بمعنى انت لما تكون لسه صاحي كده من النوم وتخش تتوضى وتبقى الانوار مطفيه كده شويه والجو يكون هادي، ده بيساعد على هرمون التوتر بيتفرز بكل سلاسه وبكل اريحيه. وغير كمان هرمون النشوه اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وده بيديك كمان اثبات الدراسات انه بيديك سعاده غير مثلا السعاده اللي هي السريعه اللي بتاخدها من الموبايل او بتاخدها من الشورتس او حتى
اعلى بكتير من السعاده بعد ما تخلص قيام الليل كده وتحس بانشراح الصدر، اعلى كمان من كميه النشوه اللي بياخدها اللي هو مدمن الاباحيه. وغير كده دي بتقوي كمان المناعه بتاعتك، ان انت بتكون صاحي في الليل ده بيديك نشاط وعزم اكتر لمقاومه الامراض بعد كده في النهار. وده طبعا بسبب العامل اللي انت الوضع اللي بتكون فيه، فده بيقلل من نسبه التشتت اللي هي بتاعت الهرمونات، مش عارف تفرز هرمون ايه، او التقلب السريع في المزاج. فده كل ده بيساعد في هذه الحاجات. والنبي عليه افضل الصلاه والسلام كان ينام تقريبا بعد العشاء على طول، وكان بيصحى يعني مثلا الساعه 2 كده مثلا قبل الثلث الاخير على طول من الليل. وكان النبي عليه الصلاه والسلام تقريبا ينام 6 ساعات يعني بحسب اجماع اهل العلم، والله اعلى واعلم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام من سننه اذا بعد ما صحى من النوم كان اول ما يقوم يمسك السواك ويعمل سنانه، وبعد كده يقول الدعاء ده: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كان بعد كده يوم يتوضأ وبعد كده يبدأ يصلي. فكان النبي ينام الليل ويقوم في آخره، وكان يفطر عادي، وكان يجمع الناس. الدين ليس دين تشدد وليس أي حاجة زي ما الناس بتقول دلوقتي ويطلع لك صور ومش عارف إيه. لا، دين بيس عادي. ولكن بقى في حاجات بقى ربنا بيفتح عليك في الدين، ييسر لك الدين، تبدا بقى تلتزم بقيام الليل، تبدا بقى حاجات كتيره قوي بقى تتيسر لك، حفظ القران، اعمال صدقات، مش عارف ايه، كل بقى حاجه تبدا تتيسر لك، حتى في امورك الدنيويه تبدا تتيسر. وكان الصحابه رضوان الله عليهم مستمرين في قيام الليل واتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام بعد موته. وطبعا عندنا مثل سيدنا عمر بن الخطاب، كانوا دائما الصحابه والناس اللي حواليه بيسمعوا بكاء سيدنا عمر في الليل. وكان سيدنا عمر دايما بيحب يصلي في المسجد، فكانت الناس هي معديه رايحه كده تسمع بكاء، بس عمر بيصلي وباش اسمع الاعجب. واسمع بقى الاعجب من كده، سيدنا عمر بقى لما مسك الخلافه كان بيقول لو انا نمت في النهار اضيع حق الرعيه، وان نمت بالليل ضيعت نفسي. واغلب الصحابه كمان كانوا زي كده. يعني مثلا عندك سيدنا علي بن ابي طالب كان برضو كده رضوان الله عليه وعليهم. خد بقى العجيبه، كان سيدنا عثمان بن عفان بيقوم من بعد اذان العشاء الله اكبر الى اذان الفجر، يعني كان بيقوم. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان كان يقوم الليل في ركعه كان يختم فيها القران كامل. يعني دي بقى حاجات فهمت كرامات. وكان كمان سيدنا عثمان بن عفان يطيل في صلاة في السجود، فكانت الناس تلاقي كده ميه مكان ما هو ساجد، فيقول ده مصلى عثمان كان بيصلي هنا، فالميه دي موجوده من هي سيدنا عثمان كان بيصلي. ودول هم اللي وصلوا لنا الدين. والناس دي كانت ليهم خلوات مع الله سبحانه وتعالى. تخيل انت يبقى ليك خلوه مع الله عز وجل، تقعد تناجيه وتطلب منه. سيدنا محمد كمان كانت صلاته كان يصلي مثلا وقعد على سبيل المثال يقف مثلا 10 دقايق قيام، ركوع مثلا اديه برضه 10 دقايق، سجود برضه نفس المده 10 دقايق، مش عارف ايه، وحاجات روحانيات كميه تكون عاليه جدا في قيام الليل ده. فسبحان الله بجد انت لازم يكون ليك نصيب في قيام الليل. في فيديوهات كتيره جدا عن ازاي تقيم الليل بالظبط. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي 11 ركعه، 10 ركعات ووتر. وبرضه في بعض الايام الاخرى مثلا كان يصلي 7 ركعات انما 6 مثلا وركعه وتر. كان يصلي برضه احيانا 4 ركعات وركعه وتر اللي هم 5 ركعات. في ايام يعني ظهرات ركعتين ووتر 3 ركعات. فانت على قدر المستطاع. وطبعا افضل حاجه اللي هي 11، ولكن انا عايز اوصل لك ايه، عشان افضل الاعمال مش اكترها، لا، افضل الاعمال هي اقلها، بس اهم حاجه المواصله عليها، الدوام. اهم حاجه تكون مداوم على قيام الليل. غير مثلا لو عندك ذنب نفسك تتخلص منه تقعد تقول يا رب انا تعبت خلاص، اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، يا رب عيني على ان انا اصحى مثلا اصلي الفجر وكده اهو. وانت مثلا ممكن تقسمها، انت ممكن مثلا انت معاك الوقت من مثلا عندك من الوقت بعد صلاه العشاء تقدر تصلي بقى، تشوف انت
هل انا مثلا نومي تقيل فمش هقدر اصحى اصلي الفجر فخلاص اصلي في اوله. سيدنا ابو بكر عليه رضي الله عنه كان بيصلي في اول الليل لان نومه تقيل، كان يخاف لما ما يقدرش يصحى لصلاه الليل. فحافظ اهم حاجه على صلاتك وتداوم عليها، خير الاعمال ادومها وان قل. وانا في الاخر مش عايز اطول عليكم، واللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس.